الناس القادره، الناس الفاشله الناس اللي بتحط خطط وما تعملهاش، الناس اللي بتعمل كل يوم جدول وما تطبقهوش، تحط حاجات فوق مستوى قدراتها وما تعملهاش، كل يوم جدول وما تعملهوش. تعالوا اقول لكم نعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. فيديو النهارده جاي اقول لكم نعمل ايه في اخر 3 شهور، وخصوصا ان جدول الثانويه العامه نزل وكلكم قلقانين ومتوترين وياسمين واحنا خايفين والكلام ده. فانا قررت ان انا اساعدكم وانزل لكم وابقى معاكم، حافز ليكم، داعم ليكم، بشجعكم يعني في ظهركم. تمام. جاي النهارده اقول لكم هنعمل ايه. بالنسبه للناس قبل ما نبدا، بس بالنسبه للناس اللي مخلصه المنهج من شهر 8 وراجعته 5-6 مرات، فالفيديو الفيديو ده مش ليكم. الفيديو ده لو سمحت اعمل سكيب او اخرج بره. بالنسبه بقى للناس اللي يعني يعتبر مخلصه المنهج وخلاص هتخش على المراجعه والدنيا تمام، فبرضو معلش انا اسفه، الفيديو ده مش ليكم، برضو اطلعوا بره. الفيديو ده بقى للناس الضايعه اللي ولا ذاكرت ولا فتحت ولا عملت حاجه خلاص، وانا عايزه بقى اجمع الناس الضايعه، الناس اللي ما ذاكرتش، الناس اللي ما فتحتش المنهج ولا تعرف اي حاجه عنه، واجمعهم كده ونشوف بقى نعمل ايه. اول حاجه الجدول نزل وكل واحد عارف ايامه وعارف مواعيده. انا هعمل جدول ظالم ناس كتير، بس مش هنقعد بقى نمسك في حته الظلم والعدل والجدول ظالم والجدول لا 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 لا, لا. مش هنمسك في كل ده. خلاص الجدول نزل، لازم نفوق، لازم نفوق. فاضل لكم 3 شهور، فلازم نفوق ونستعد ونشوف ايه اللي ضايع ونحاول نظبطه. تمام. مش هنقعد بقى نتلكع ونهزر ولا طب هذاكر شويه وانام شويه، طب مش عارفه اعمل ايه واقعد شويه، لا 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 لا، مش هينفع الكلام ده. عايزين نفوق علشان نلم الدنيا، علشان الدنيا تبقى كويسه معانا ونعرف نذاكر. خلاص الجدول نزل، فهل هلحق ان انا الم المنهج؟ هلحق اول شهر 3، فطبيعي لازم دي واحنا لسه معانا وقت. لا لا لا, لا. مفيش معانا الا 3 شهور بس. برضو مش هناخد بالكلام السلبي اللي هو اللي هيذاكر في شهر 3 زي اللي ذاكر من اول السنه، اللي ذاكر واللي نجح الكلام ده كله هبق ولا ليه اي لازمه، ولا نحطه في دماغنا. احنا هنذاكر، هنعمل اللي علينا، هنشد حيلنا، هنركز في مستقبلنا وفي مذاكرتنا، وهنشوف ايه اللي واقع معانا وهنظبطه وهنلم الدنيا. تمام. فاول حاجه مالناش دعوه بالكومنتات السلبيه نهائي، سواء ذاكرنا ما ذاكرناش، عملنا اللي علينا ما عملناهوش، احنا هنبدا من دلوقتي جد. فهنقف وقفه رجوله كده مع نفسنا، وهقول لكم كام ستيب تعملوها، وان شاء الله بعد الفيديو ده اللي ما بداش لو بدا هيلم الدنيا قبل ما يخلص السنه. خلاص فاضل 3 شهور، هنيجي على نفسنا ال3 شهور دول وان شاء الله خير. فاول ستيب معانا اللي انا عايزه اقولها لكم، ده اكبر عدو ليكم، ده يترمي كده، يتحط في اي حطوه في خزنه وانسوا انسوا بالرقم السري بتاعها. حطوه لو ساكنين في بيت ادوار، ارموه في الدور الاخير عشان تكسلوا تطلعوا تجيبوه. ادوا لوالدتكم وابعدوا عنه. انسوه، عارفين، امشوا بالموبايل الصغير عشان لو هتكلموا حد. لكن ده حقيقي ده اكبر عدو ليكم، اكبر سلاح ضدكم، ده والله ده اللي مضيعكم. فده كده هيترمي. دي اول ستيب، نبعد عن التليفون. مش هقعد بقى طب ما اصل مراجعاتي كلها على التليفون. عادي حبيبي، المراجعات كلها بتبقى في الملاذ عادي. تاني حاجه دايما خلي طموحك عالي. يعني يعني ما تقولش انا يا عم السنه دي بس يا رب عادي صوفي، لا، خلي في طموحك ان انت تخش كليه طب. ربنا ما ارادش ان انت تخش طب، تخش تمريض، تخش صيدله. ما تحكمش هدفك في حاجه قليله، خلي طموحك عالي، خلي هدفك عالي. كل ما كان هدفك عالي حتى لو جبت اقل مش هتزعل، لان يعني هيبقى اقل منها بحاجه بسيطه. فدايما خلي طموحك عالي. ازاي اذاكر؟ هنذاكر المواد التخصصيه في يوم واللغات في يوم. يعني مثلا هنذاكر العربي هناخد معاه انجليزي، العربي في يوم تاني ناخد معاه الماني. انا كنت الماني فانا ما اعرفش انتوا لغتكم ايه. فانتوا يعني اللغات في يوم والمواد التخصصيه في يوم. يعني مثلا لو انتوا ادبي يبقى تاريخ وفلسفه، جغرافيا وعلم نفس. لو انتوا علمي يعني مثلا تبقى فيزياء واحياء، كيمياء وجيولوجيا. كده يعني هونوا على نفسكم، ما تضغطوش نفسكم جامد، بس في نفس الوقت عايزين نلم باكبر قدر ممكن. تمام. ده كده تاني ستيب. تالت ستيب هقولها لكم، لو مثلا انا قعدت ذاكرت وظبطت الدنيا وخلاص والدنيا تمام وقعدت بقى ذاكرت، هاخد بريك ازاي؟ هل مثلا هاخد بريك نص ساعه، هاخد بريك ساعه وارجع اكمل؟ طب ما انا كده هفصل. طب انا مش عايز كده، لا، انتوا على الساعه خدوا 10 دقايق. يعني مثلا كل ساعه اخر 10 دقايق فيها دي تبقى بريك ليكم. بس بريك بقى مش ان انا اقوم اقعد اتفرج على مسلسل 3 4 6 ساعات ولا فيلم 4 5 ساعات. بريك مثلا اقوم اروح الحمام، اقوم اجيب ميه، اقوم اعمل لي سندوتش، اقرا قران، اذكر ربنا. يعني بريك لا يتخطى ال10 دقايق، ماكسيموم 15 دقيقه بس. تمام. ده اللي انتوا لازم تعملوه. لكن ما يبقاش بريك مثلا يعني تبقوا قاعدين ذاكرتوا ساعه ولا ساعه ونص تيجوا تاخدوا بريك 3 ساعات. ايه ده؟ لا، ده كده عبط، انا ما بهزرش.
كده عبط اللي انتوا بتعملوه بتضيعوه. حاجه بقى او تالت حاجه انا مش فاكره، تالت حاجه هقولها لكم المواصله. المواصله بقى دي حاجه انا ما اتمناش ان انتوا توصلوا لها، اللي هو تبقوا انتوا راكمتوا عليكم حاجات كتير وتيجوا في الاخر تضغطوا نفسكم جامد، تضطروا ان انتوا ما تعرفوش تناموا وتذاكروا بال14 ساعه وال 12 ساعه. انا عارفه ان مفيش حد ممكن يعمل كده، بس من كتر الخوف ممكن تعملها، من كتر القلق ممكن تعملها. احساس الندم او احساس الزعل، انا ما عملتش اللي عليا، انا مش هجيب مجموع، خصوصا ان انتوا في اخر شهور دي، هيبقى احساس الندم عندكم عالي قوي، واحساس تأنيب الضمير. كلكم هتبقوا يا رب انا ما عملتش اللي عليا، يا رب هل هلحق، يا رب طب انا كان نفسي بس ان انا اجيب مجموع وافرح اهلي، يا رب طب طب يعني يا رب الوقت يرجع. هتفضلوا تقولوا كده كتير، هتفضلوا تقولوا كده كتير بجد. تفضلوا احساس الندم ده بيقافش فيكم لحد لما تخشوا اول امتحان وتخلصوا اول امتحان، في تاني امتحان هتبقى الدنيا ماشيه معاكم. فانا مش عايزاكم توصلوا لمرحله الندم، انا عايزاكم تخشوا على المراجعه والامتحانات تبقوا مرتاحين، تبقوا عاملين اللي عليكم زياده والدنيا تمام معاكم والدنيا ماشيه وسلسه وسهله. فبتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، وان شاء الله ان شاء الله تيجوا اخر السنه تبشروني وتقولوا لي ان احنا نجحنا وجبنا مجموع حلو. وانا معاكم وفي ظهركم، هحاول انزل لكم فيديوهات كتير. بكره هنزل لكم ايه يعني بكره في فيديو مش هحرقه لكم، هقول لكم ايه هو، هسيبه لكم تشوفوه بكره. وبس كده، ده الفيديو بتاعي النهارده، يا رب اكون فدتكم ولو بجزء صغير. وبس هتوحشوني جدا جدا، وما تنسوش اللايك، متبخلوش عليا بالاشتراك عشان عايزه عيلتنا كلها تكبر. وبس هتوحشوني جدا جدا، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي يا احلى اخوات في الدنيا.